يا مساء النور، يا مساء الأنوار، يا هلا، يا مرحبا، عسلامة، مرحبا. هاي جيتكم فيديو جديد خفيف ظريف، مش نخلي الفيديو يمشي ونحكي معكم في كلمتين. وكان نحكي شوية تونسي شوية عماني باش الناس الكل تفهمني. السؤال اللي يطرح عليا ديما 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 من صاحباتي العمانيات: ليش هدى ما نزلت لتونس من قبل كورونا؟ شو المشاكل اللي بينك وبين أهلك؟ أنا عمري ما جاوبت على السؤال هذا، ولا عمري ما دخل حياتي، يعني أصدقائي في حياتي الشخصية مع أهلي. أنا صح، أنا ما نزلت لتونس من قبل كورونا. من قبل كورونا نزلت لتونس. أنا وأنا صغيرة صارت معي إن شاء الله إن شاء الله في كل فيديو كده بحكي لكم شيء كده ظريف خفيف من حياتي كده. في صغري وأنا صغيرة وقعت علي حجرة كبيرة، طاحت على راسي حجرة كبيرة. راسي جلس مفتوح، راسي قاعد مفتوح. فصارت عندي مشكلة أني كل ما أوطي أشيل حاجة من تحت عيوني أحسها راح توقع، كل ما نهبط نحس حاجة هكا عيني نحسها، ولا راسي صايم يطيح. المهم آخر مرة هبطت باش نحاول نعالج على راسي، على الوجيع اللي على راسي. لهنا الحق العمانيين كلهم ديما يسافروا لتايلاند يعالجوا في تايلاند. فأنا قلت لا، مش مشكلة، نهبط لتونس ونشوف ونعالج غاديك على وجيعة راسي وعلى الدوخة. كي نهبط مش نهز أي حاجة طاحت من إيدي نحس اللي عينيا طاحت، ولا وجيعة في راسي من تالي بطريقة رهيبة. المهم آخر مرة هبطت فيها قبل كورونا صحيح، ورجعت قبل كورونا لسلطنة عمان. كي رجعت تونس ما مسجلة حتى حالة كورونا، كانت الجزائر مسجلة حالة، كانت سلطنة عمان مسجلة 4 حالات بركة. كانوا المطارات ما فيهمش شكل التحاليل والكمامة، ما فماش جملة الحاجات هذه. المهم هبطت عملت تحاليل، مشيت عديت عند طبيبة وصلتني مع كلينيك. عملت تصور على راسي، عملت تصور على كل شيء في تونس العاصمة. الحمد لله ما عندي حد شيء، يعني شوية أنا من الضربة اللي على راسي للبلاصة أصلا اللي طاحت فيها الحجر على راسي ما يطلعش فيها شعر، مبينة يعني حاجة أنها طاحت على راسي، ما فماش حاجة جراف يعني برشا. الحمد لله. هذه هي مشكلة اللي هبطت في آخر مرة فيها لتونس باش نداوي، يعني باش نسافر من تايلاند لازمني فيزا وقرب بالله وما أعرف شنيا، هذا بلادي أولى بيا. فهبطت عملت التحاليل وعملت كل شيء والحمد لله والنعم، ما طلع عندي حتى شيء، يعني حاجات خفيفة. خديت دواء على راسي ومتاع أعصاب وهذيك هي الحكاية. فديما الناس يسألوني علاش ما ذهبتيش وعلاش ما قبل كورونا، وشنو المشاكل بينك وبين أهلك أولا، وثانيا وأخيرا، والكلمة الأولى والأخيرة: أنا في حياتي ما صارت بيني وبين أهلي مشكلة. أنا أصلا متغربة على خاطرها، أنا عايشة في الغربة عشان خاطرها، فما في مشكلة بيني وبينهم أبدا، ولا راح تصير لا عن قريب ولا عن بعيد. فالمهم الفيديو يمشي وراح نحكو كذا ونفضفض مع بعض في بعض المشاكل بإذن الله. ما في مشاكل، الله يجعل مشاكل بإذن الله عز وجل عز وجل. إن شاء الله يا بنات بكرة يعني غدوة بإذن الله، إذا هبطت لكم على المنتدى غدوة بيكون بعد غدوة لايف على القناة فيس تو فيس، يكون وجه وصورة. وقبل ما نهبط لكم، قبل ما نحل لايف أصلا باش نهبط على المنتدى، والأسئلة اللي يجوني على المنتدى أنا باش نجاوب عليهم بصدر رحب وكل صراحة. أنا إنسانة قلبي كتاب مفتوح، اللي يجوني الأسئلة باش نجاوب عليهم، إذا ما جاونيش أنا باش نعرفكم عن نفسي من أجل كازات. أنا شكون، وقتاش تغربت، كيفاش طلعت، شنية، وباش نحكي زاد على شنية الحياة في سلطنة عمان
وبرشا يسألوني كيفاش العيشة وشنية يعني العيشة رخيصة ولا غالية في سلطنة عمان، وكيفاش هذا الكل بإذن الله فيس تو فيس وجه وصورة باش نفتح معاكم لايف ونحكي معاكم بكل أمانة يعني، ونجاوبكم بكل أمانة. المهم لهنا هذوما الحاجات. أنا الفيديو هذا متصور عنده جمعة البنات والله العزيز عنده جمعة، وربي ما قدرلوش لا باش يتمنتش ولا باش يهبط غير اليوم، ما ربي قدر. جبت حاجات خفيفة. شوفوا باش نقولكم البنات، الدلة عندنا هو لهنا يتسمى يا بطيخ يا قح. الدلاع في تونس يتسمى لهنا يا قح يا بطيخ، والبطيخ التونسي يتسمى لهنا شمام. لهنا كانت تفكروا هذاك الحوت والسمك أنا فرسته معاكم عنده أكثر من شهرين. ارجعوا الفيديو تشوفوا من وقت اللي تبلت معاكم السمك وحطيته في الفريزر من وقت ايش، من شهر أو أكثر. المهم هذاك اليوم طلعته وقلت نشويه على الجريل مع ملعقتين زيت. وهذه الأغراض اللي اشتريتها أنا شوية شو اسمه برلمل، شو اسمه المسحوق مال غسيل الملابس ولبن وحاجات كده بسيطة البيت. وجبت راح أجربه معكم وأخبركم. هو فلفل أبيض مطحون، ما فلفل أسود، أبيض مطحون، أول مرة أجيبه. المهم هذا السمك كان متبل يعني مبهر، أمور واضحة. طلعته من الفريزر خليته يفك وحطيته على الجريل وضعت له ملعقة زيت. نفس الشيء الفلفل. شوف فلفل، فرق بين الفلفل التونسي والفلفل اللي عندنا الهندي. الفلفل الهندي هذا بحطه مع ملعقة زيت بس يدبل، ما لا أقليه ولا أشويه، نذبل وكاهو نذبله. حطيته مع السمك، وهذا كان عشاية من يوم الاثنين أو الأحد بداية هذا الأسبوع، يعني الفارط اللي مر. هذا هو يعني سمك والفلفل وبس. أتوقع سخنت خبز، أن تعرفوني أن أنا الخبز بحطه في الفريزر. بس تعالوا ندخل على وصفة أجربها عن طريقة قناة تونسية. أول مرة أجرب أنا أعمل، أول مرة نجرب نعمل المكرونة بالصلصة بهالطريقة، بس للأمانة عطتني نفس النتيجة اللي أنا نعمل، اللي هو أول مرة نجرب أني نبهر الدجاج باللفاحات قبل ما نحطه في الزيت. هذا طماطم اللي عندنا طماطم تكون طبيعية 100%، والكيس هذه فيه 7 جرام. لحظة الصورة مش لحظة لحظة خلينا نقولكم قديش فيه. 70 جرام، 70 جرام، 70 جرام. يعني الكيس فيه ملعقة مغرفة ونص كبار بالكثير، يعني ممكن مغرفة كبيرة. المهم أنا أول مرة نجرب أني نفوح الدجاج وحده وبعد نحطه في الطنجرة. أنا طريقتي المكرونة بالصلصة نحط زيت نحط الدجاج ونبهره، بس أعطاني نفس النتيجة، نفس النتيجة اللي أنا نستعملها للأمانة. يا فيكو جينتي حبيبتي ونور عيني، قناة فيكو جينتي هذه قناة تونسية غنية عن التعريف صراحة، من القنوات اللي أنا أحبها وبعشقها. قناة تقدم خاصة الحلو، أنا نعشق من يديها الحلو، فقلت نجرب على ايديها هكا المقارونة على طريقتها، وراح نقولكم بعدين المقارونة هذه وين مشيت. المهم عملت دجاج بهرته كيما هي خالتها، ما جيست انا ما سوت حاجات هكا. هي عملت الفلفل الاحمر المطحون هو البابريكا عملته بعد عملت، يعني هي الدجاج فوحاته ظهري بالزنجبير والثوم انا حطيت له كل شيء، حطيت له مغرفة زيت وحطيت له توابل الكل. وبعد جيت في الطنجرة هذه حطيت زيت وحطيت طماطم ومش نحط الدجاج، وبعد نحط عليه شوية ماء مغلي.
المهم هذه المقرونة وين ماشية. أنا البلاصة اللي أنا عايشة فيها من نهار اللي حطيت ساقي في سلطنة عمان عايشة في نفس الحومة، في نفس البلاصة. يعني أنا نقلت من أبارتمون لأبارتمون ومن أبارتمون لأبارتمون، يعني أنا نقلت من 3 أبارتمونات بجنب بعضها. يعني كل أبارتمون يتسكر يتبنى بجنبه أبارتمون آخر ننقل اللي بجنبه، يتسكر يتبنى أبارتمون بجنبه ننقل. فهمتوا؟ نحب أنا أبارتمون يحل عالشارع، يجيني هواء، نحل شباكي فما هواء يدخل، هذا هو. المهم الناس كل تعرفني، يعني أنا تونسية، كي يشوفوني في الشارع يقولوا هذه تونسية، ما يعرفونيش باسمي يعرفوني أنا تونسية. المهم الجمعة اللي فاتت قلت لكم هذا متصور نهار الاثنين ولا نهار الأحد اللي فات. يعني توا أنا نسجل لكم البنات، توا مش هبت لكم نهار الأحد، يعني متصور الأحد اللي فات جمعة كامل. وأنا مشيت نقضي فما مجازان حلت تبيع كل شيء ما يخص المطبخ، كل شيء. ان شاء الله راح باش نوريكم. انا ديجا نستعمل فيهم، ما صورتهمش الحاجات اللي شريتهم، حاجات شريتهم استعملتهم صاي. شريت الحاجات هذوكم وروحة عيط لي فما ريستوران حال جديد مولاها عماني. قلت لكم انا معروفة في الحومة لاني ان شاء الله في اللايف نقول لكم انا وقتاش طلعت وقتاش تغربت، يعني ما عنديش العام ولا 2 ولا 3 ولا 4، عندي برشا. عيط لي يجي يا تونسية، هاني جبت توانسة. مشيت انا سلمت عليه قلت له خي جبت بالحق عمال توانسة؟ قال لي ايه هم اولاد بلادك. عيطت لهم طلعوا بالحق جايب زوز توانسة، مازالوا كي وصلوا من تونس عندهم كون جمعتين هكاكا، جمعة ونص. المهم سلمت عليهم مرحبا مرحبا، قلت له اسمعوني تشتهوا حاجة؟ اختكم موجودة. واحد منهم قال لي بالرسمي اختنا موجودة؟ قلت له ايه اختكم موجودة. قال لي انا شاهي مقرونة بالصلصة. قلت له عيني انا نعمل لك على طريقتك وجي انتي. وروحت والله كما تشوفوا البنات، رغم اللي كانت عندي كليونت نعمل لها في بيتي، انا اغلبيه الوقت نخدم في بيتي، عندي كليونت نعمل لها نصبغ لها، نعمل سحب لون ونصبغ لها في لون اخر، ما تاخذ وقته سحب اللون، تخلط نطيب مع هذاك الرينج لايت مكسر. ان شاء الله مش ناخذ رينج لايت اخر. شوف الرينج لايت، سامحوني التصوير ماهوش واضح حتى طرف، الفيسات نتاع الرينج لايت الكلهم طاروا، ما قعدت حتى فيس كلهم طاروا. يعني انا وين اللي يشد التليفون طاروا، اللي تعلي وتنقصي به طار، الفيسات كلهم طاروا. وخلف هذا عندي كليون تستنى فيا في الصالة. المهم كملت وهو حضرت، وكليون قلت له اجي ذوقي لو كان عجباتك المقرونة نحيلك منها يا اخي، هي ما عجبتهاش على خاطر حارة. انا عملتها سبايسي في الحارة حار، احنا توانسة نحبوا الحار. فهذه هي المقرونة وين ماشية الولاد بلادي ان شاء الله صحة وعافية. وهذا هو جيتكم فيديو خفيف ظريف، حبيت يعني نجاوب على أسئلة تتسألني من أقرب الناس لي وحبيت نجاوب عليها. ممكن أنتم تحبوا تعرفوا علي وقتاش ما هبطت لتونس وقتاش ما هبطتش. صحيح أنا هبطت من قبل كورونا، ما رجعتش لتونس تو 3 سنين ولا أكثر. إن شاء الله ربي يسهل. الحياة صعبت وأنا كي نهبط لازمني باللي رتور وما نعرف شو مصاريف، عندي خواتي معرسين وعندهم ولادهم لازم لي كادوات، فلازم الواحد يستحفظ شوي. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البنات هذه كلها مشلمها ونحكيها معاكم في لايف فيس تو فيس، انتم تسألوني وانا نجاوب. وهذه هي مقارونتي، وقيموني من 1 ل10. الله غالب ما عندناش في المنطقة اللي انا عايشة فيها ما فماش الفلفل متاعنا التونسي، يعني فما كان الفلفل هذا الهندي جرنتش اللي اسمه، اما حار حار حار. المهم عجبتهم بعثت لهم الصينية هكا، بطبيعتي انا ما ناكلش المقارونة في الليل. ان شاء الله فيديو اليوم كان اعجبكم، واللي يشوف اول مرة قناتي ما ينسانيش من الاشتراك وتفعيل
جر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، واللايك والكومنتات. والله يديمكم نعمة في حياتي، وأشوفكم فيديو جديد. أبغى جيتكم فيديو خفيف ظريف إن شاء الله. نشوفكم على قريب. سامحوني غبت عليكم أكثر من جمعتين. الله غالب، الله غالب. نحبش أنا نجيب فيديو هكا تافه، هكا نجيكم بحاجة مفيدة. وربي يديمكم نعمة في حياتي. إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه. مع ألف سلام. مقرونة تبوخ شفتوا. نزلت بالدخان متاعها. تشبه المبكبكة الليبية. أنا طيبتها مرة في القناة المبكبكة.